شركة علف كساب المغرب هي واحد الشركة رائدة في السوق الوطني في الإنتاج والتصنيع والتوزيع ديال الأعلاف المركبة موجهة للتسمين وإنتاج الحليب. وحاليا كاين واحد المنتوج اللي هو جديد في السوق ديال تربية الخيول. هي واحد الشركة مواطنة كتساهم في التحسين والإنتاج ديال سلاسل الإنتاج الوطنية فيما يخص إنتاج اللحوم وإنتاج الحليب والمشتقات ديالو. الشركة ديال علف كساب المغرب كدير واحد لاستراتيجي ديالها ديال الخدمة أنها تتسيب لي واحد 3 ديال المستهلكين اللي بغينا نقولوا بي تو سي. كتسيب لي اولا الكساب لانه تتعطيه واحد المنتوج اللي تيزيد في الانتاجيه ديالو ولا ديال الحليب ولا ديال الكتله ديال اللحم. وكتسيب لي بدرجه ثانيه اللي بغينا نقولوا الكزار لانها تتعطيه واحد الجوده ديال اللحم اللي تيبيع للمواطن اللي هي واحد الجوده ممتازه. وفي الاخير كتسيب لي المواطن لانها تتعطيه واحد اللحم اللي المذاق ديالو بنين بالمقارنه مع المنافسين ديال شركات اقسام اللي في السوق. حنا الوحيدين اللي تنعطيو واحد الكاليتي ديال اللحم اللي هو بنين، لانني متاكد ان الشركه ديال علف كساب المغرب كدير الانتاج ديال الاعلاف مركبه بناء على واحد الدراسات وواحد التحاليل اللي هي كانت منذ البدايه ديال الشركه، انه كنا كنحرصوا على ان كان كل مره نعاودوا نكالكوليو هذوك الاضافات اللي كاينين في الاعلاف المركبه لا على مستوى الحليب ولا على مستوى اللحم، لانه دائما حنا كنحرصوا اننا نجدوا الاعلاف ديالنا على حساب المتطلبات ديال السوق، لان السوق كيتغير وكل شيء كيتغير، لانه حنا كنحاولوا ان نتغيروا ونتادابطوا مع السوق. عندنا العلف ديال الخيل، وان كل العلف مختلف وكل واحد لاش كيليق والتوقيت ديال واحد. بحال دابا هذا حنا سميتو كنبداوه ديال العوده، تنبداو نبريبارو به العوده. كتكون عندها مثلا واحد 5 شهور في الدرار ولا 6 شهور في العموريه، كنبداو نبريبارو فيها وتتعطينا ولد مزيان وتتعطيه الحليب باش يكون هو مزيان، حيت لما كانت واكله وما كانش فيها الحليب راه دونك اللي تزاد غيموت. هذا بالنسبه ديال العوده. هذا ديال البريوم، هذا ديال التبوريده، خاص بالعلف ديال التبوريده. الناس تيديروا فانتازيه. اول حاجه كما قلت تيعطي تولون وتيعطي كيبقى في واحد الصحه، ما تيغلاط ما تيرقع بحال قلتي انت، باش نوتروتيه باش يبقى هو في الهيكل ديالو تيبان عالي تيبان. وني منين جاي هذا كيكملوا ديال مو الا رضع مزيان وكانت مو العلف مزيان ورضعات مزيان تيتعطي جدع مزيان. عندنا هذا ديال الكومبيتيسيون ديال السباق وديال الشوف، حتى هو على حسب الكميه اللي تنعطيو. هو مكمل غذائي، هو ما يمكنش غيكون لا باز ديال العود. علاش؟ خصو يعطيه هو الفراج، يعطيه الفصا ولا يعطيه شي حاجه. وني هذا تنكملوه به، تنعطيوه على الاقل 5 كيلو بار جور.